ومن 2000 لغة ولهجة لم يعترض أحد على سفر النشيد إلا من عنده الثقافة العربية فقط. حتى الوثني الذي لا يعرف الله لم يعترض على السفر، لكنها الثقافة العربية فقط. احنا العرب يا جماعة بنفهم نشيد الإنشاد وحش. طيب تمام. دي اظن كاتبه فرنسيه عامله كتاب عن لا مؤاخذه نشيد الانشاد، تمام؟ دار المشرق بيروت، فده مرجع كاثوليكي، اسمها ان ماري بليتيه. في مقدمه الكتاب والله ما كلامنا احنا، اسمع حضره الاسقف، اما النشيد فهو قدس الاقداس، ولكن في الوقت نفسه اكد بعض الكتاب ان هذا النشيد كان يقرا في الخمارات. بيقولوا في الخمارات ليه يا فندم؟ نشيد الانشاد كان لا مؤاخذه بيقرا في الخمارة. عارف انت، هات الازازة واقعد لعبني، ويشغلوا بقى نشيد الانشاد، ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، وهكذا. ده مين اللي بيقول؟ مسيحيين والله اهو. يعني نشيد الانشاد اللي انت بتقول عرب بس هم بيعترضوا عليه، لا هو مش احنا بس.